مفاجأة حلوة قوي قوي النهاردة في سعر الكتاكيت، مفاجأة بصراحة. يعني كنا متوقعينها من اول الشهر، فالحمد لله هي اتأخرت شوية بس برضو آه، في منتهى الجمال. النهاردة انخفاض كبير جدا في سعر الكتكوت، يعني انخفاض كده في حدود 7 جنيه. 7 جنيه النهاردة، نزول 7 جنيه مرة واحدة في سعر الكتكوت الأبيض، الكتكوت الشركات، كتكوت درجة أولى. نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف سعر الكتاكيت النهاردة البيضة، اللي احنا مهتمين جدا بسعر الكتكوت الأبيض. ولو مهتمية بأسعار بط أو أي نوع كتاكيت، فالنهاردة في انخفاض في كل نوع في حدود جنيه أو 2 جنيه. تمام. بس احنا علشان مهتمين بالكتكوت الابيض، فالنهارده كده هقولك ان انخفاض جميل جدا. نصلي على رسولنا الكريم كده عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف سعر النهارده كده وصل لكام. انخفاض 7 جنيه امبارح، والنهارده وصل الكتكوت ل 28 جنيه. كتكوت 28 جنيه. لو كنت بتسمعي درجة تانية كانت بتتباع الأيام اللي فاتت دي ب28، فالنهاردة الكتكوت درجة أولى بيتباع ب28. يعني الكتكوت كنت بتشتري كتكوت واحدة، النهاردة هتشتري 2. فهماني؟ يعني لو بتشتري 10 كتاكيت النهاردة ان شاء الله هتقدر ان انت تشتري 20 كتكوت بتمن ال10 كتاكيت. ففرصة حلوة قوي. لو لسه ما جبتيش تنزلي حالا تجيبي الكتكوت، مش محتاج منك الا تدفية وتهوية ونظافة المكان اللي انت بتربي فيه. تهتمي بيه وتهتمي بالأدوية بتاعته، تهتمي بالمناخ اللي احنا فيه دلوقتي، لأن الجو الوقت صعب جدا، الجو دلوقتي تلج برد كده. فاهتمي بالتدفئة للكتكوت. فأول ما جايبك كده الكتكوت تكوني مجهزة المكان بتاعك ومشغلة التدفئة بتاعتك. وعلشان تدفي بأقل إمكانيات، زي ما احنا اتفقنا، بوكسة كده وبتغطيها تغطية كويسة ومناسبة. وبتبتدي ان انت تشغلي فيها لنضة واحدة بس، هتدفي لك المكان في منتهى الجمال اول 7 ايام او اول 10 ايام للكتكوت. ده يعني اهتم بيهم جدا. ان شاء الله تاخدي تدفية باقل الامكانيات خالص، يعني بحاجة بسيطة، مش هتحتاج ان انت تستهلكي كهرباء ولا تدفية تكون عالية جدا. النهارده كتكوت مناسب جدا ان انت تقدري ان انت تنزلي حالا تشتريه، لو لسه لو اتاخرتي وما جبتيش، لان كان سعر الكتكوت عالي جدا. بقالنا كده في حدود 3 ايام انخفاض في سعر الكتكوت. يا رب كمان ينخفض اكتر واكتر، بس برضو يعني كده نقول لحد ما الحمد لله. فتبتدي ان انت تجيبي، لان الخوف في الايام اللي جايه ديت ان هو يبتدي يرتفع تاني ويعلى تاني. تمام. وكمان خدي بالك كمان من الاعلاف، لان بقى في غش في الاعلاف جامد جدا. فخدي بالك بقى في بصراحة، يعني بيفتحوا الشكار كده وبيبتدوا يخلطوا الاعلاف ويبتدوا ان هم يغشوها. فخدي بالك من الحتة ديت، هاتي من مكان تكوني عندك ثقة فيه. وكمان برضو خدي بالك من الكتكوت ان انت تفرزيه كويس جدا، لان برضو في غش في الكتاكيت. فاهتمي انك تجيبي من مكان يكون عنده ضمير، ويكون عنده يعني عندك ثقة فيه، مجرباه مرة واتنين وتلاتة. تمام. الاسعار بقت مناسبة جدا. لو مهتمين ان انت تجيبي اي انواع طيور تاني، برضو فيها انخفاض في حدود، يعني كل حاجة كده نازلة جنيه او 2 جنيه عن سعرها. بس الكتكوت الابيض نزل 7 جنيه مرة واحدة. فلو حابة ان انت تجيبي في الايام ديت، الايام دي مناسبة جدا ليكي. حبيت انزلك السعر كده علشان لو لسه ما جبتيش تبتدي تتشجعي كده وتنزلي ان شاء الله. تجيبي الكمية اللي انت بتربي بها، لان كده السعر بقى مناسب وبقى كويس جدا. ونتأمل كمان ان هو ينزل اكتر واكتر، بس برضو يعني لحد ما عندنا قلق وتخوف لان ممكن يرتفع الايام اللي جاية ديت. يا رب الفيديو يعجبك وينول اعجابك كده، وتستفادي منه باي حاجة بسيطة كده، ان انت تبتدي ان انت تعرفي الاسعار على السريع كده، وتبتدي ان انت تجيبي لو لسه ما جبتيش. واشوفك في رعاية الله وفي حفظه في امان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.